السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن 5 ملمات تاريخ 1973. نوع المعدن هتكون معانا الألمونيوم والنحاس. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا 5 ملمات ألمونيوم و5 ملمات نحاس. ناس كتير سألتني ايه الفرق ما بين الألمونيوم والنحاس وايه اللي بيكون مطلوب الأكتر. أولا اللي بيكون مطلوب هو الألمونيوم صقر، بتكون تاريخ 1973، وأهم حاجة تكون الصقر. طيب النحاس اهي، النحاس يا جماعة مش مطلوبة خالص عشان محدش يشتريها ولا حد يجمع منها اصلا. واضح كده؟ طيب الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ان هو تم اصدار الألمونيوم بتاريخ 1972 كمية كبيرة جدا، وتم إصدار بتاريخ 1973. ده بالنسبة للألمونيوم، لكن بالنسبة للنحاس تم الإصدار بتاريخ 1973، وده متوفر كتير جدا بالنسبة للنحاس. أما بالنسبة للألمونيوم التاريخ اللي هو خطأ السك بيكون تاريخ 1973. ده الألمونيوم. طيب أسعارها بتكون كام؟ أسعار العملة لو كانت معاك بتاريخ 1973 وهي الصقر وتكون ألمونيوم، سعرها بيتجاوز 30,000 جنيه وال40,000 جنيه مصري، حسب حالة العملة اللي معاك. يعني انت معاك الحالة نظيفة هترفع من سعر العملة، لكن معاك الحالة اللي هي ضعيفة شوية كده، فيها متطبقة كلام مش واضح، هتتباع برضو بس بتنزل في سعرها، يعني ما بتقلش خالص خالص عن 5,000 جنيه مصري. كل يركز للعملات اللي معاه ويعرف أسعارها ويعرف هيبيع العملات فين وإزاي يدخل العملة اللي معاه مزاد. وبالنسبة للعملة النحاس وهي 1973 صقر برضو مش مطلوبة نهائي، اللي مطلوبة بتكون ألمونيوم بتاريخ 1973، وسعرها من 30,000 جنيه ل40,000 جنيه مصري. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.